بنص كيلو دقيق وشوية من اللبن هنعمل أحلى معجنات، مش هتاخد مننا وقت، والنتيجة إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. قبل ما أبدأ الوصفة كده صلي على الرسول ونشوف الحاجات الحلوة دي عملناها إزاي مع بعض. عندي هنا حوالي نص كيلو دقيق، طبعا نخلاه بمعيار الكوبايات حوالي 3 كوبايات ونص، وطبعا الدقيق يكون منخول. بنزل عليهم بحوالي معلقة من السكر، وبنزل عليهم بكيس من الخميرة الفورية، وطبعا بنزل عليهم برشة من الملح. بقلب كده المكونات الجافة كده الأول مع بعض. بنزل ببيضاية طبعا مطلعاها من التلاجة من شوية درجة حرارة الغرفة، وبنزل بكوباية ونص من اللبن، وحوالي 3 أو 4 معالق من الزيت. عايزين تحطوا بدل الزيت زبدة مفيش مشكلة. باخد بقى كده العجينة بتاعتي كده واحاول اقلبها كده واحدة واحدة كده واعجن بالراحة. عايزة اقول لكم طعمها في الاخر تحفة، هتطلع معاكم عجينة هشة وطرية. بصوا انا قعدت لمدة 5 دقايق كده اعجن فيها، هتطلع معاكم عجينة ملزقة زي ما انتوا شايفين كده، هي لمدة 5 دقايق 7 دقايق. بجيب عندي حوالي نقطتين من الزيت بحطهم كده عليها، واغطيها بكيس كويس كده عشان تخمر. استرتش اللي عندكم، كيس الموجود عندكم، بحطها كده. انا حطيتها في الفرن وشغلت شغلت لندة الفرن عليها، يعني بالظبط نص ساعة ساعة الا ربع بتلاقيها اختمرت معاكم بسرعة. فرغ طبعا الهوا كده منها. بصوا عجينة طرية وجميلة، هي بتلزق سنة كده، هنبل ايدينا كده حبة من الزيت هتلاقيها ظبطت معاكم. بحاول الفها كده رول زي ما انتوا شايفين. بقطعها ل 12 قطعة، يعني نص كيلو ده قطع عمل معايا 12 قطعة. العجينة ملمسها حلو قوي وريحتها جميلة من قبل لسه حتى ما نشتغل فيها. بكورها كده زي ما انتوا شايفين كور عادية كده. النص كيلو هيقطع معاكم 12 قطعة. بجيب طبعا الصينية اللي عندي، الصاجة اللي عندي، بحط عليها ورق زبدة، وباخد واحدة واحدة كده بكورها زي ما انتوا شايفين، واحطها على الصينية بتاعتي على الصاجة بتاعتي. هي هتلاقوها العجينة طرية كده وملمسها حلو معاكم سهلة التشكيل. بصوا كده كل ما هتسيبوها شوية كل ما هتلاقوها اختمرت وارتفعت معاكم. انا بايدي كده بضغط عليها بسيط زي ما انتوا شايفين. بجيب عندي معلقتين من الزيت كده بحطهم عليها على الوش. زي ما قلت لكم في كل مرحلة هتسيبوها شوية هتخمر معاكم وترتفع معاكم. تمام كده. باجيب بُص كل واحد بقى عنده يعني أي حاجة، أي حد عنده حاجة زي كده، حاجة تكون مقاربة ليها، بحيث نعمل فتحة كده من النُص تقضّي الغرض كده تمام. باحاول أعمل فتحة كده من النُص زي ما أنتم شايفين. طبعًا حبّة الزيت اللي حطيتهم على الوش دول عشان خاطر تسهّل لي إن أنا أعرف أفتح كده فتحة من النُص كده فيها. هنا كنت محضّرة عندي صوص من الشوكولاتة، طبعًا أنا ما يعني هو كان المفروض كنت أسيبه يسقع شوية في التلاجة يكون تقيل معايا، لكن أنا نزلت بيه كان سايب شوية، فبُصّوا كده المفروض أسيبه شوية يتقل شوية في التلاجة قبل ما أشتغل بيه، بس أنا اشتغلت بيه على طول فكان سايح شوية. ما لحقتش بصراحة أسيطر على الوضع، فدي النتيجة اللي طلعت يعني، بس تمام. الطعم في الآخر حلو هيعجبكم بإذن الله.
كده تمام. خلصت الفتحات بتاعتي كده كلها، حطيتها بصوص الشوكولاته، اي صوص شوكولاته عندكم. تمام. باجيب عندي هنا، طبعا كل ما بسيبها، شفتوا كل ما بسيبها شويه ما بتخمر وترتفع، بجيب عندي بضايه وحوالي ربع كوبايه من اللبن، وبقلبهم مع بعض، وبدهن كده الوش بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا صوص الشوكولاته بتجيبوا شوكولاته خام، اي نوع شوكولاته عندكم، بتسيحوه على بخار ماء، مفيش مشكله خالص فيه. عايزين تبدلوا بدل الشوكولاته تحطوا مربى، مفيش مشكله. بدهن كده الوش كويس بتاعي. بكون محضره الفرن على درجه حراره 220، 12 دقيقه بالظبط من تحت، وبعد كده بولع عليها الشوايه 5 دقايق، بتاخد بس لون، وهتطلع اوريكم دلوقتي بالشكل بتاعها عامل ازاي. بصوا هنا بعد ما خرجتها من الفرن، سبتها تبرد شويه، ونزلت عليها بصوص من الشوكولاته، كان باقي عندي صوص من الشوكولاته، نزلت كده عليها. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها تحفه. اتمنى الوصفه عجبتكم، تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه. سلام عليكم.